13 أو من 2012. شوف عندك هنا من 2012 مشي في قناة سعرية صاعدة. كل ما يجي هنا هنا وصل للحد الأوسط للقناة السعرية، فالحد الأوسط ده يعتبر منطقة مقاومة، فراح ما قدرش يثبت فيها فراح نزل. عندك هنا ارتفع الحد العلوي للقناة السعرية، مع كده معرفش يتجاوز مني وانخفض تاني. رجع هنا سنة 2020 للحد السفلي للقناة السعرية، بعد كده ارتد منه، وصل تاني للحد الأوسط للقناة السعرية، بعد كده انخفض منه، بعد كده عمل صعود تاني إلى أن اخترق القناة السعرية. فعندنا كده هو اخترق القناة السعرية. طيب في الحالة دي